سلام أمهات، البنات مرحبا بكم إن شاء الله نهاركم مبروك. اليوم ما غاديش نطول المقدمة بزاف، غادي ندخلوا دايما في الموضوع ديريكت. اليوم غادي جيت نحكي على العادات الأمهات الناجحة. هنا الأمهات الناجحة غادي يتشاركوا في عادات اللي هي من بينهم العادة الأولى اللي هي العادة النهوض باكرا. هنا تشوفي الام الناجحه ما تقدش، ما كاش ام ناجحه ما تنوضش بكري خاطر ساي غادي النهار تاعها ديجا في النهوض بركه. وحاجه اللي نعرفوها انه صلاه الفجر، الانسان كي ينوض يصلي صلاه الفجر ماذا به آه، يكون في يكون كاين تركيز، يكون كاين وهذا. كي تنوضي بكري يكون كاين تركيز، يكون كاين آم، طاقة النهوض باكرا، فيها طاقة. سيوها البنات وشوفوا وردوا لي الخبر. هنا كي تنوضي بكري ما يكونش كاين ازعاج تاع الاطفال تاعك، ما يكونش كاين هماج، ما يكونش كاين غادي تشربي كاس قهوه تاعك بكل اريحيه. هنايا هذه هي العادة الأولى اللي نشوف فيها أنا من أقوى العادات اللي غادي تشوفي فيها تغيير في حياتك بزاف. أما هي العادة الثانية اللي نشوف فيها تاني دير نجاح كبير في الحياة تاعك، واللي هي تخطيطك اليومي. ما تقديش تعيشي بدون تخطيط. ما تقديش تعيشي حياتك بدون تخطيط. لابد لو كان تخطيط صغير تاع يومي، قلت لك بدي بالحاجه اليوميه، ومن بعد روحي الاسبوع، ومن بعد روحي الشهر، ومن بعد روحي حاجه تانية. حاجه التخطيط ديري فيه جدول، ديري فيه شغل طيب اليوم فطور عشاء، الالعاب تاع الاطفال تاعك، الوجبه، ديري وجبات صحيه. ما تقعديش تعيشي في عشوائيه. هنا تنظيم المنزل، كيفاش ديري تنظيف عميق، كيفاش ديري تنظيف اليومي. كاين صوالح اللي ديروا لهم تنظيف يومي مثل الحمامات، غرفة النوم، هادوما كل يوم نديروهم. وكاين اللي نديروا لهم تنظيف عميق، نديروهم خطرة في الأسبوع. ديري تنظيف عميق، ماشي تروحي تجبدي كاع المطبخ تاعك وتروحي ديري له تنظيف عميق وتلقاي روحك بذلتي طاقة ومجهود كبير. هنا ديري جزء صغير. قال اليوم ندير الثلاجة، هنا تسقديها وما غاديش ديري مجهود كبير، وعطيها وقت ما با 20 مينوت 20 دقيقة كل يوم. ديري فيها تنظيف عميق الجزء صغير من المنزل، ما تحسيش روحك بذلتي جهد كبير. اما الحاجة الثالثة واللي هي نشوفها تاني مهمة، واللي هي الثالثة، هي تمدي ولو كان جزء صغير من الوقت لنفسك. دايما نقولها تبدي ب10 دقائق، يا ولو كان 10 دقائق لنفسك. هنا ما تهمليش النفس تاعك. هنا الا تكوني انسانه تمديري تنظيف البشره، ولا ديري رياضه، تفرجي فيلم انتي تبغيه، يلق ديري حاجه اللي انتي تحسي روحك فيها، كي تكافئي نفسك. اما العاده الرابعه فهي يلق تسمعي لاولادك، تسمعي لهم بصدق. يليق الاولاد تاعك تكون عندك علاقه قويه معهم. يليق يكون عندك تمنحي الاطفال تاعك قلب مفتوح، تكون علاقه قويه وثقه متبادله. هنا الطفل تاعك يولي يحكي لك سوالح قال يصروا له في اليوم، هضري معاه، قولي له شقريته وش ما قريتوش. هضري الولد تاعك اذا كان كاتوم. هنا غادي نديروا ان شاء الله نديروا موضوع نهضروا فيه على الاطفال الكتومين اللي ما يحكوش لامهاتهم ويعانون بالصمت من التنمر ولا يعانوا من حاجات اخرى. هنا الام الا تكون قريبه لولدها، الا تعطيه الامان، تعطيه الصدق باش يحس روحه مرتاح ويحكي لها، وديره الصديق تاعها، لانه الاولاد نشوف فيهم استثمار في المستقبل. غادي الولد تاعك ولا البنت تاعك كي تصاحبيها غادي هي تكون ان شاء الله تكوني مرتاحة في المستقبل، لأنك تربيها على الصدق وتربيها على أنها تحكي لك ولا يحكي لك. هنا
ما تصيبيش صعوبات في المستقبل، لأنه كي يكبروا في هذه المرحلة، كي يكبروا وما تكونش كاين علاقة بينك وبين أولادك، راح تصيبي مشكل في المستقبل، لأنه ساي ما تعلموش هذيك العادة من الصغر، ما تعلموهاش من الصغر أنه يحكي لك، أنه آه، غادي يقعد دايما كاتوم، وهذا الشيء غادي يأثر في المستقبل، غادي ما تقدريش كي يكبر غادي تولي تقولي له احكي لي، ومن الناس يوالف هذيك العادة. اذا ما تخليش الصغر تاع ولادك يفوت غير هكا، خاصك تستثمري فيهم. وانا نشوف هذه العادة مهمة كتير للأمهات. العادة الخامسة اللي نشوف فيها تاني مهمة، واللي هما قاع عادات مهمة، ولكن هذه نشوف انك ما تقارنيش نفسك بالامهات الاخريات. كو شتيها كيما نقولوا، دائما نقولها هذه في السوشيال ميديا، ولا تشوفي امهات في الانتوراج تاعك. هنا نشوف باللي ما تقارنيش نفسك، على خاطرش كل عندها شخصيتها، كل عندها طريقة في التعامل. هنا ماذا بيك تحسني انتي من نفسك، تشوفي روحك انتي كيفاش هما الاخطاء تاعك، خاصك انتي تشوفي الاخطاء تاعك اللي راكي ديريهم وتحسنيهم للافضل. خاطرش التركيز على الذات هي السر التقدم تاع الام. هنا السر التقدم تاعك هو التركيز في النفس تاعك، في التطور تاعك. العادة السادسة وهي طلب المساعدة بدون خجل. هنا الناس الناجحة والأمهات الناجحة جامي جامي تقولك نعرف كل شيء، ما تكونش تعرف كل شيء، ولا بد أن ما غاديش تكون عندها تجربة أولية، ولا ما غادي لابد من يلاق لها تقصي مثلها، تقصي ناس معرفة، تقصي أمهات، تقصي زوج إن لازم الأمر. هنا يليق المشاركة في تربية الأولاد، يليق حاجة ما عرفتيهاش لقيتي مشكل فيها، استفسري. استفسري الناس اللي تعرف لهذاك الشيء. إذا كان عندك مشكل م- كأم، مشكل في تربية أولاد، شفتي الولد تاعك ماشي ما يستوعبش، علاش ولدي ما يستوعبش، علاش علاش بالك تلقي حل. نشوف انايا يلق تكوني فاطنه في هذا المجال، يلق تكوني واعيه، لانه اي حاجه تقدر تفوتك قدر تكون مشكله في المستقبل. هنا يلق تكوني اي جزء من حياتك تشوفيه انه فيه مشكله، ولا ماشي كيما انت راكي حابه، يليق تغيريه. التغيير ولا الاستفسار، هذا كاع الشيء اللي يعطي تقدم في. وهنا اذا عجبكم الفيديو ديروا لي اشتراك في القناه.